حافر وحقه. بس هل كان ممكن اي حد او اي شخص ممكن يشوف الجزء العلوي ولا كان مستخبي؟ ما حدش تخيل له ان حاجه تيجي هنا، تخيل له انه هيجي من مكاننا كده. الفرق ما بين قريه النقع لحد هنا تقريبا من قريه النقع لهنا. من قريه النقع من مكان الجريمه هنا بتاع 3 كيلو ونص. صاحب المجني عليه وتودد له وتقرب له من فتره كبيره جدا، وخطط لجريمته بهواده وتؤده بهدوء. اشترى السكينه قبلها باكثر من 5 ايام. كان هو لوحده في الجريمه ولا كان في شركاء معاه؟ حسب اعترافاته في النيابه هو لوحده. طيب بالنسبه للشكاره اللي تم العثور عليها في السنتر، لا ده هم لقوا رصاصه من كيس القطن اللي كان حاطط فيه الجزء السفلي. قال ايه لزوجته في يوم الواقعه لما رجع لها وملابسه كلها ملطخه بدماء؟ قال لها ان انا كنت عامل حادثه وطبعا في تفاصيل ما اتقالتش يعني. ده كان مبرره. تم التحقيق مع الزوجه بتهمه التستر. طبعا تهمه التستر بالنسبه لها مش جريمه، والقانون بيعفي المقربين من تهمه التستر على الجريمه بما انها لم تشارك. طبعا حسب تحقيقات النيابه العامه وما انتهت اليه هو مرتكب الواقعه مع سبق الاصرار والترصد قتل عمد، بجهز له بالنيه من قبل ما ينفذ جريمته بفتره كبيره، تودد للمبني عليه، امن له ونفذ جريمته زي ما كل الدنيا اتكلمت واتثبت في تحقيقات النيابه العامه. حسب اعتقادات النيابه العامه هو كان موثق في نقل الاجزاء باسم المبني عليه مولاه، ودي كانت الوسيله الوحيده اللي طبعا ما كانش هيقدر يقول له مره واحده. هو اللي كان بيلعب قمار على النت، وبسبب اللعبه دي خسر بعض المبالغ الماليه من 250,000 ل 300,000 جنيه. وكان عاوز يعوض الخساره دي لان هم مديون لبعض الناس طبعا، وحلت ميعاد الديون. فطبعا تخطط ذهنه الشيطاني ان هو يرتكب الجريمه بالشكل ده. طبعا من فتره كبيره جدا هو بيتودد المجني عليه وبيتقرب منه باعتبار ان والده ميسور الحال، وجه في توقيت سابق على ارتكاب الجريمه. طبعا جهز لها ودبر لها واشترى السكينه، وطبعا الامور والحظ ساعده ان ايهاب كان بياخد درس خاص وامن له وقال له انا مثلا عايز ان احنا نصور مقطع مونتاج على اساس ان هي لعبه برضك، على اساس ان انا بمر بظروف ماديه صعبه وهتساعدني ان هي تجيب مشاهدات وبتاع، وبعد كده هتجيب تاني فلوس اقدر اعوض بها خساره. طبعا المرحوم ايهاب الله يرحمه طبعا ما امن له، قعد وبعدين هو جاب من وراه وطعنه بالسكينه في رقبته بعد ما حط ايده على بكره. بخصوص الموضوع ده، هو القطع كان مره واحده القى يعني قتلوا مره واحده ولا قتلوا اكتر من مره؟ يعني كذا طعنه. هو طعنه الاول في رقبته تمام، وبعد كده طعنه في بطنه وبعد كده خبطه بالرجل في راسه. ده كانت السبب في ان هو فقد الوعي تماما. تمام. وبعد كده كمل جريمته بقى بقطع الجزء السفلي، وبعد كده بدا يوزع لان هو كان عنده غرض انه يخلص عليه وينفي جثته بشكل تام، وبعد كده يبدا يساوم الاسره على الفديه. ده سبب. طيب بخصوص الفديه، هل كان 100,000 اللي تم طلبهم ولا كانوا 500؟ من اعترافنا كانوا 500,000. كانوا 500. هو كان حابب انه يخفي معالم الجريمه، السكين والتليفون والساعه بتاعته في منزل ايهاب اللي هو عم ايهاب الصغير اللي هو المجني عليه، عشان يعني يخلي التهمه تتوجه لعمه ويخرج هو منها. الكلام ده ما اتقالش في النيابه، بس اتقال ممكن في المباحث. ما اتقالش في النيابه، بس اتقال ان هو كان عايز يلبس التهمه لعمه. باعتبار ان بيت عمه قريب من السنتر بحوالي 3 بيوت. فهو كان عايز يعمل كده. تفكير شيطاني يعني ان هو يضلل العداله، وكمان بتبقى بدل المصيبه بصوتين. هنا وفي داخل المدخل ده تمت أبشع جريمة قتل شهدتها محافظة الدقهلية بعد ما الطلاب مشيت من المكان، وزي ما قال لنا والد المجني عليه قال له تعالى هنلعب لعبة المونتاج، ان انا احط السكينة على رقبتك واخليها تنزل دم ونرفعها على الانترنت. ولكن قال له ايهاب السكينة تكون بظهرها عشان ما تعورش، ولكن وقت ما تمكن من وضع السكينة على رقبته قام بذبحه على الفور، وفصل الرأس عن الجسد، وقام بشطر الجثمان إلى نصفين، وأخذ الجثمان قطعة على الموتوسيكل الخاص بيه، وداخل كرتونة كبيرة حط الجثمان ورمى الجزء الأول على ترعة نقعة. بعد كده جه وأخذ الجزء العلوي والراس ورمى الجزء العلوي على بحر النقعة زي ما بيقولوا هنا. بعد عدة أمتار قام بإلقاء الرأس داخل المجرى المائي بنفس المنطقة. أهم ما في الموقف ده إن أنا اتصدمت
في ان الحقير ده هو اللي قتل ابني، لدرجه اني كنت بقول لهم لا ما يطلعش هو، انا عايز الخبر يطلع كذب. اتصدمت فيه زي صدمتي في وفاه ابني بالظبط. يعني انا ما كنتش متخيل، انا كنت متخيل اي حاجه الا ان الكلب ده يكون هو اللي عمل كده. قلت مستحيل. الصدمه كانت كبيره في ده وده. صعب جدا على اي اب ان هو يدفن ابنه على اكتر من مره. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما، بس هنكون بخير ازاي والناس بره مش بخير؟ خطف وقتل وجرائم الشيطان نفسه يخاف يعملها. اكبر طعنه تجيلك لما تيجي من حد انت واثق فيه. هو عارف انه مش هيقدر يسيطر على احد حتى لو معاه سكينه، فكان لازم يعمل خطه خبيثه علشان يقدر يبغته بيها. فاوهموا ان احنا هنعمل لعبه اسمها المونتاج، وكاني بمشي السكينه كده على رقبتك، وبعدين نعمل حاجه بالتليفون برنامج يخلي الدم يتنطور كده، فنصور الكلام ده فيديو، وصور الكلام ده بموبايله هو حاطط التليفون بيصور، ونعمل الكلام ده نصوره وبعدين نعمله مؤثرات يعني، وننزل المقطع ده على اليوتيوب فيجمع مشاهدات وكلام من ده. فالواد امين له ده استاذه اللي صاحبه اللي بيقعد معاه وبيروح يجي معاه وعايشين مع بعض، فاداله الامان، بس قال له بس ماشي بس بشرط تخلي السكينه في ظهرها مش بوشها لحسن تجرح رقبتك. خزي وعار وخسه لما حد يامنك وانت تخونه. القمار لعبه قذره، بس اللي اقذر منها انك تكمل فيها. قال لي ان هو اوهم ابني، وطبعا خسران مبالغ في لعبه قمار مش عارف اسمها ايه كده، اول مره اسمع عنها امبارح. خسرانها في على النت يعني، وعايز يبتز حد عشان يعوض خسارته. شخص محترم ومتربي وبيصلي وبيصوم ووحيد امه وابوه، وانت بكل بساطه تقرر تحرمهم منه. جريمه فظيعه يشمئز منها الانسان. فكرت وقررت ودبرت وقتلت وقطعت وقسمت جثمانه وحطيت كل حته في حته. فبعد ما ايهاب قعد واداله الامان وهو جاي من ورا ظهره، راح جاي كاتم نفسه، حط ايده على بقه، كاتم بقه جامد، وضربه بالسكينه هنا الاول في الوادج في الرقبه هنا. فلما ايهاب حس ان ده ضرب بالفعل والموضوع مش هزار، ده الموضوع بجد وكده، بدا ينتفض، فضربه تاني في بطنه، وبعدين ايهاب قعد يستغيث ويقول الحقوني، فخبطوا على دماغه خبطه جامده علشان يفقد الوعي، وبعدين بدا يفكر ازاي يبدا يتخلص من الجثه. ولانه ما عندوش وسيله نقل وهو اصلا جسديا ضعيف، فما كانش يقدر يشيل الجثه على مره واحده وما يقدرش يتخلص منها في نفس التوقيت. فهداه تفكيره الشيطاني الخبيث الى ان هو يقطعها على اجزاء، ويعني يغلفها كويس ويحطها في كرتونه مروحه جزء بجزء كده عشان ياخدها على الموتوسيكل يتخلص منها. وكمان معانا في الامر يعني القريه اللي هو حصلت فيها الواقعه اسمها النقعه، رمى جزء في شرق القريه بحوالي 1.5 كيلو، وجزء غرب القريه بحوالي 2.5 كيلو، في حوالي كيلو، واتجه ناحيه الشمال حوالي 700 متر، ورمى الجزء الاولاني، وبقيه الاجزاء في الناحيه الثانيه المعاكس في الغرب وناحيه الجنوب، وده عند مجرى مائي كبير وده عند مجرى مائي كبير عشان يخفي اثار الجريمه. ايه الجبروت ده؟ قلبك مصنوع من ايه يا اخي؟ جريمة استفزت الراوي واستفزت كل واحد سمع أو شاف عنها حاجة. واحد ربنا أنعم عليه بالعلم وبقى أستاذ بيدرس لمرحلة الثانوي العام، الطلاب عرفوه وقالوا عليه شاطر، وربنا كرمه بحب الناس وحب تلامذته ليه، لدرجة إنه بقوا يرشحوه لزمايلهم يتعرف على إيهاب المجني عليه. إيهاب ده كان طالب عنده، يقرب منه ويعرف إن إيهاب طيب وملتزم، ويعرف بعد كده ان عيلة إيهاب بتحبه وبتموت فيه، ويعرف بعد كده ان هم عندهم فلوس. مع الوقت يفهم إيهاب ان بقى صاحبه وحبيبه مش استاذه، ويثق فيه إيهاب لحد ما تيجي وقت تنفيذ الخطة اللي مدبر ليها الأستاذ. المدرس المجرم اللي قدامكم ده كان بيلعب قمار وخسر فيه كتير، وطبعا مع خسارة القمار يبدأ يستلف، وكان عليه فلوس كتير وجه وقت السداد. يعمل ايه؟ يا ريته حتى جه اللي في دماغكم يا شيخ، ان يخطف مثلا إيهاب ويطلب فدية وخلاص ويغور من اي حتة. لا، يا ريتها جت على كده. لا، ده راح قبل الجريمة ب5 أيام اشترى سكينة وقال لإيهاب ان عليه فلوس ومزنوق، وعشان إيهاب صاحب جدع وتلميذ شاطر ونجيب وبيحب استاذه قرر انه يساعده باي طريقة. يوم إيهاب يقول له عليا ليك يا استاذ، تطلب ايه اعرف اساعدك بيه. يوم الاستاذ المجرم يقول لي إيهاب هنعمل فيديو بسيط كده كاني بذبحك وهنظبطه على المونتاج، والفيديو هيعمل شويه مشاهدات ويجيب فلوس ونتشير ويبقى معايا فلوس واسد الدين اللي عليا. إيهاب بدون تفكير يصدقه ويبدا يساعده.
وأول ما بدأ التصوير وعلشان مجرم في طبعه الخيانة والخسة لف ورا إيهاب وكتم بقه وذبحه بدم بارد. ولما إيهاب حس إن اتغدر بيه بدأ يقاوم ويفرفر علشان المجرم يبدأ يخبط إيهاب على دماغه يفقده الوعي، وبعد كده يبدأ يقطع فيه. المجرم بدأ يقطع إيهاب ل3 أجزاء، الراس والجزء العلوي والجزء السفلي، كل ده بدم بارد علشان تيجي معاه المرحلة الثالثة وهي التخلص من الجثة. يحط كل نص قطعه في شكارة وياخده في كرتونة على المكنة بتاعته ويبدأ يرميه بعيد عن منطقته. وبعد ما خلص المرحلة ديت يتصل على أقارب إيهاب ويطلب فدية 500,000 جنيه. وفي نفس الوقت ده يبدأ يدور مع عائلة إيهاب على إيهاب نفسه. وهو بيعمل كل ده كانت دماغه شغالة في حتة تانية، إن ياخد متعلقات إيهاب ويحطها في بيت عمه عشان الشكوك كلها تتحول إن عمه هو اللي مخبيه أو هو اللي قتله. هو كان حابب انه يخفي معالم الجريمه، السكين والتليفون والساعه بتاعته في منزل ايهاب اللي هو عم ايهاب الصغير اللي هو المجني عليه، عشان يعني يخلي التهمه تتوجه لعمه ويخرج هو منها. الكلام ده في النيابه بس اتقال ممكن في المباحث، ما اتقالش في النيابه. بس اتقال ان هو كان عايز يلبس التهمه لعمه. باعتبار ان بيت عمه قريب من السنتر بحوالي 3 يوم. فهو كان عايز يعمل كده. تفكير شيطاني يعني ان هو يضلل العداله وكمان تبقى بدل المصيبه بصيتين. تفوت الأيام الصعبة على أبو إيهاب اللي دفن ابنه على مراحل لحد ما اتمسك المجرم زي ما سمعنا، ويتفاجئ أبو إيهاب إن الخيانة جات له من أقرب حد كان إيهاب بيشكر فيه. طبعا شكر خاص لرجال المباحث والشرطة على المجهود الرائع اللي عملوه في لغز وجريمة صعبة ورخمة زي دي. وفي الآخر أسرة برنامج الراوي بتتمنى أقصى 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 عقوبة لمجرم ما عندهوش رحمة زي ده. وبنتمنى طبعا الرحمة لإيهاب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويسكنه الفردوس الأعلى، ويا رب يا رب يصبر أهله ويثبتهم ويجعله شفيعا ليهم يوم القيامة. طبعا في الآخر ما ننساش دايما نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، وما ننساش تسيب لنا تعليق جميل شبهك تقول لنا رأيك فيه عن الجريمة دي. وطبعا ما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. أشوفكم على خير ونتمنى لكم السلامة دايما. سلام.